حد من أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الله يرحمه. كتب البوست ده بيقول ايه بقى فيه، بيقول: تم فتح منزل حليم مرة أخرى، والزيارات متاحة يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، ما عدا يوم الأربع والجمعة. يمكنكم إرسال رسالة شخصية لنا وسيتم تحديد الموعد الخاص بكم، وشكرا. في ناس كمان يعني كانت بتقول ان يعني الزيارة هناك بدون أي رسوم ومجانا، في بيت عبد الحليم حافظ في الزمالك. واللي يمكن ناس كتيرة جدا كانت بتصور البيت ده من جوه وفعلا يعني كل مكان فيه كده ليه ذكريات حلوة جدا. الناس بتحب ان هي تفتكر حد يعني كان صوته جميل جدا زي عبد الحليم حافظ. الناس كلها بتحب افلامه وبتحب فعلا صوته، كان الله يرحمه كان جميل جدا. لغاية دلوقتي الناس بتحب ان هي تسمع اغانيه وبتحب جدا يعني صوته. فزي ما انتم شايفين كده، انا حبيت ان انا يعني اشارككم شوية صور من بيته في الزمالك. الجزء ده زي ما انتم شايفين كده ركن خاص بيه، الصور بتاعته وبعض الجوائز اللي استلمها او شهادات التقدير اللي استلمها. الله يرحمه. كل حاجة حتى بصوا يعني ازازة البرفان اللي قدامكم دي، كل حاجة محتفظين بيها زي ما هي. حتى اخته قبل كده طلعت وقالت ان احنا ما غيرناش اي حاجه في البيت وسايبين كل حاجه زي ما هي، عشان خاطر يعني حابين ان هي تكون ذكرى جميله جدا بتفكرنا بيه كل شويه. وهنا زي ما انتم شايفين كده شكل الصاله، حتى يعني الديكور بتاع البيت كان جميل جدا، وواضح ان هو كان ذوقه حلو جدا زمان. يعني بصوا التشطيب نفسه او الذوق بتاعه كان عالي جدا. هنا بصوا لما كان تعبان الله يرحمه. وزي ما انتم شايفين طبعا العلامه اللي موجوده على السرير دي من كتر ما هو حاطط راسه زي ما انتم شايفين على السرير فتره طويله، لان اخته عليا قالت ان هو التعب اللي عنده كان الدكتور بيقول له ان فتره التعب شدته كان بيجي في وقت الليل. فكانت بتقول اخته ان هو كان بيحاول يسهر بالليل كتير جدا عشان لو نام بيتعب جامد. فكان بيحاول بقدر الامكان ان هو يسهر او يشرب قهوه كتير او اي حاجه تخليه ان هو يسهر ما ينامش، لانه كان بيخاف ينام عشان خاطر ما يتعبش. فمن كتر ما هو قاعد على السرير زي ما انتم شايفين كده، بدأ ان العلامه تظهر، علامه راسه يعني تظهر في السرير. فخلوها زي ما هي برضو عشان خاطر يعني يبقوا محتفظين بأي حاجة تخص. ويمكن مسلسل اللي وضح كل التفاصيل ده كان المسلسل الخاص بقصة حياته، مسلسل حليم. والمسلسل ده لو تفتكروا كمان كان البطل بتاعه اختاروه بناء عن مسابقة. ساعتها يعني جابوا كل الناس اللي هي فيها شبه من حليم، وعملوا ما بينهم مسابقة لغاية ما اختاروا في الآخر الفنان شادي شامل. أعتقد كان اسمه شادي شامل، اللي هو يعتبر أقرب حد في الشبه ليه عبد الحليم حافظ. وعمل ساعتها المسلسل، وكانت أعتقد قامت بدور أخته عليا كانت عبلة كامل. وكان مسلسل بصراحة جميل يعني عجبني، شايفاه يعني مقارنة بالمسلسلات التانية اللي اتعملت اللي بتحكي قصص حياة الممثلين أو الفنانين، حليم أفضلهم.